بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الشرعي للصف الأول الإعدادي الأزهري هناخد فقه باب أحكام الصلاة. باب أحكام الصلاة، يبقى احنا هنشوف أحكام الصلاة حكايتها إيه بالراحة كده، ونحاول الفقه مش ناخده كمادة نمتحن فيها ومادة ناخد فيها درجات، لا، المطلوب ده ديني كمسلم، فلا بد علي إن أنا أذاكره تعبدا لله عز وجل، وليس إن أنا أجيب فيه درجة وخلاص وأجيب مجموع. فيا ريت الناس تاخد بالها من الحكاية دي. أولا هعرف يعني إيه صلاة، لأن في واحد يقول لك إيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إيه ده، معقولة ربنا هيصلي على النبي؟ والكلام ده مش فاهمين يعني كلمة صلاة يعني إيه، ودي من ضمن الشبهات ممكن واحد يحدثها وواحد مش عارف الصلاة. فهنعرف الصلاة، هنعرف الصلاة في اللغة يعني ايه، وفي الشرع يعني ايه. الصلاة يعني الدعاء، تمام؟ يبقى اللي مش فاهم يسأل. اما يجي واحد على فكرة في دين في الدنيا يخلي ربنا يصلي ما هو مش فاهم يعني ايه صلاة. يبقى الصلاة لغة يعني ايه يا أستاذة؟ دعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني النبي لما جه قال في أصحابك كده ما صلي الله أكبر، ما حصلش الكلام ده. لا، يبقى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، تمام؟ أي يصلي عليهم يعني ادعوا لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. شرعا أو اصطلاحا، اتفقنا إن احنا في أي مادة شرعية بنعرف الأمور شرعا واصطلاحا. في الدين الشرعي هنقول إيه، في اللغة هنقول إيه، وفي الشرع هنقول إيه. تخصص بقى. أفعال مخصوصة، نحط تحت المخصوصة دي 100 خط. أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني مش أي حاجة تتحسب من الأفعال، لا، العبادة توقيفية. يعني إيه العبادة توقيفية؟ هتوقف على ما جاء به الله تبارك وتعالى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، وابدأ أعمل بالطريقة اللي ربنا عرفني بيها وسيدنا محمد علمني أصلي إزاي، تمام؟ يبقى أول حاجة أفعال مخصوصة. مخصوصة يعني أرفع إيدي وأقول الله أكبر وأضم إيدي على وهكذا. يبقى من أول ما نصلي هتلاقي أفعال معينة. لو كنت هنا وفي واحد في كوالالمبور ولا في الهند هتلاقيه بيصلي بنفس الطريقة. يبقى أفعال مخصوصة. وبعدين مفتتحة بالتكبير، الله أكبر، تكبيرة الإيه؟ الإحرام الأولانية، تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. آخر حاجة التسليم الإيه؟ الثاني اللي هو اللي في النص سنة، والثاني ايه يعتبر. طيب، حكمها فرض عين. يبقى الصلاة فرض عين على كل مسلم، يعني معينة لكل واحد، مش واحد يصلي للعيلة ويصلي لحبايبه وخلاص انا هصلي لك النهارده، لا، يبقى هي فرض على كل انسان يصلي. ما فيش حاجة ايه، لا يجزئ صلاة احد على احد، ولا تزر وازرة وزر اخرى كذلك. يبقى لو واحد عمل ذنب مش قلت له خلاص انا هشيل عنك المرة دي، لا، او واحد صلى صلاه تحسب للتاني، لا، الكلام ده مش مظبوط. يبقى حكمها فرض عين على كل مسلم مكلف. قلنا مكلف قبل كده في علامات سن التكليف معروف عند الرجال وعند النساء وعند الرجال، او عند الاطفال وعند البنات. يعني معروف امتى البنت بتوصل حد معين تبقى فيه مكلفه، ومعروف الولد بيوصل في سن معين سواء في القانون او في الشريعه. بمعنى انها لا تسقط على احد من المسلمين من المكلف. المكلف اللي هو خلاص وصل سن التكليف أن يحاسب على افعاله، يبقى مطلوب منه حاجات يعملها وفي حاجات هيكلف بيها ينفذها. هو ده سن التكليف الايه الانسان، سواء بقى هيحسبوها للبنت بالحيض او للولد بالبلوغ، او في القانون بيحسبوها بسن الايه، سن مش عارف 21 سنه او حاجه زي كده او 18. فالقانون ليه سن محاسبات اللي هي القانونيه والتعاملات. الشرع العبادات لا، يبقى لازم الولد بلغ سن المحيض، يبقى البنت بلغ سن المحيض وحاسب. الولد بلغ سن خلاص وصل لمرحلة الاحتلام، وصل مرحلة البلوغ، يبقى يبدأ يتحاسب على أفعاله ويبقى يتعامل. الصلاة طبعا بيؤمر عليها بالذات من سن 10 سنين، وبيتدرب عليها من قبلها، يعني علموهم ل7 واضربوهم عليها ل10. حكم الصلاة للأولاد الصغار وما الدليل على ذلك؟ أجيب ابنه علقه في البيت في الصالة عشان ما بيصليش وعلقه في النجفة؟ لا، إذا بلغ الأطفال الصغار 7 سنين يؤمر بالصلاة. حبيبي يلا نصلي، اللي هيصلي هديله جنيه، هديله بسبوسة، هديله مش عارف إيه، هجيب له حاجة حلوة، ماشي، أحببه في الصلاة وخوفه. ممكن على فكرة ما صليتش ربنا يزعل منك، والحاجات الجميلة الحاجات اللطيفة دي. لكن مش هيجي أنت ما صليتش، يا نهارك عنب، ده أنا هوريك، هات الفلك يا فلكة إيه ده، عذاب ده أنت كده بتعذبه.
فهو ليس في هذا السن ليس مكلفا بالصلاة، ولكن انت مفروض منك كأب انك تعلمه بس، وتاخده في ايدك على الجامع وتجيب له شوكولاته وانت ماشي، تجيب له حاجه حلوه ده. لكن لو وصل 10 سنين ما صلاش بقى يضرب ضرب، مش هعذبه انا، اعلقه واجيب كرباج واقعد اجلد فيه. لا، يبقى حاجات ايه من باب ان انا اعرفه انك اخطات، اضربه خبطه كده ان انا زعلان منك، مش همسكه واعزقه واجيب كابل كهرباء واقعد ارزع فيه، ده يبقى اسمه تخلف. خلاص، يبقى ضرب تعليم وليس ضرب ايلام، انا مش بعذبه. الدين الاسلامي مش جاء للتعذيب، دين الاسلام جاء بالرحمه وجاء بالتعليم للناس بالحسنى. يعني لازم الاسلوب نفسه يكون ايه؟ بالراحه، عشان خاطر يستقيم لك الامر وناس تسمعك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. ده النبي اللي بيجي له تكليف من السماء، فبالك باننا احنا كبشر. ماشي، طيب. فيكون باليد او نحوها مما لا يؤذي، يعني اخبطه كده، انت ما صليتش ليه؟ قوم صلي يلا امشي كده. لكن انت ما صليتش، هاتي لي بتاع الخرطوم من جوه، هات الكابل من كابل ايه وخرطوم تحت، وسيله التعذيب دي ولا محاكم التفتيش دي، ولا مش هينفع طبعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينفعش ولد في سن البلوغ ينام مع بنت اخته. ده اخته، ايوه يا سيدي اخته، وانا مش اخته وراح في النوم، ما ينفعش. ودي بنت وصلت سن البلوغ، ما ينفعش. يبقى الولد وصل سن البلوغ او البنت، ما ينفعش ان احنا نفرق بينهم، ما ينفعش ان احنا نخليهم يناموا في سرير واحد او في اوضه واحده. الولد ليه اوضه والبنت ليها اوضه، البنت عايزه تغير، البنت نايمه في وضع مش واخده بالها وهي نايمه، الولد، وهكذا. الحاجات دي ناخد بالنا منها قوي عشان ايه؟ نحافظ على بيوتنا ان شاء الله عز وجل. طب تارك الصلاه بقى، تارك الصلاه كافر. طب اهدى بس عليا، كافر يا ده الصلاه يا عم، ده اول حاجه، مش يا عم الحاج في ايه؟ طب اهدى بس عليا الله يبارك لك. تارك الصلاة هنقسمها، هل هو جاحد للصلاة؟ انت بتصلي يا عم بلا صلاة بلا بتاع، كبر دماغك، صلاة يابا بتاع الصلاة انت. يعني انت بتعترف يا عم بلا صلاة، بلا هقعد اعمل كده واقوم واعمل كده واطلع وانزل، زي ما واحد من الناس مش عايز اذكر اسمه، من الناس الشعراء قال الكلام ده، قال الكلام ده بدون ذكر الكلام اللي قاله يعني. فقال انا ربنا بيحبني، ده هياخدني يوم القيامه، استغفر الله العظيم يا رب، ومش عارف يقول لي ايه ايه ده معقوله؟ اقوم اعمل كده واعمل كده واعمل كده؟ انت امرت بذلك، فهذا امر من الله عز وجل، فلا بد ان تقوم به. فمن جحد وانكر الصلاه، اللي ينكر الصلاه خلاص بالسلامه كده، ماشي، يبقى يكفر جاحد الصلاه. ده مش كلام محمد عبد الله وانت ارهابي وبتنجاني لا يا حبيبي، الكتاب اهو، انا ماليش دعوه، انا بنقل وبشرح. تمام، يبقى تارك الصلاه جحودا ايه يا باشا؟ يكفر جاحدوا الصلاه. يبقى مش اي حد ما صلاش كفره. خلاص، انا ماشي ولقيت ناس على القهوه يلا صلي شويه كده، جاي وراك وشويه كده، ده كافر. لا، ده انت اللي دماغك لاسع، ما ينفعش. لابد ان يقام، مش انت اللي يقام الحجه كمان، انت ما لست اهل لقيام الحجه، او انا او غيري يقيم حجه، اهل الحجه الناس العلماء. احنا مش ما وصلناش حتى يعني طويل بعلم، انا ما وصلتش طويل لا ولا حتى اعرف حاجه. يبقى الناس اللي اهل للكلام ده اللي هم الناس الكبار العلماء، هم اللي يقيموا بامر من القضاء ولا من الدوله ولا من دي حاجه تانية، مالناش مش هخش في تفصيل ده، ما نفصلش في الكلام ده. لانه انكر امرا ثابتا من الدين بالضروره، او امرا معلوما من الدين بالضروره، او امر ثابت في الدين، وهدم ركن من اركان الاسلام الخمسه. لو ما صلاش، اصل مش لما جه الصحابه في حروب الرده، ولسيدنا ابو بكر الصديق لما جه ياخد من الناس الزكاه، قالوا لا احنا كنا بنؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعندما مات محمد لا نؤديها لاحد بعده. سيدنا ابو بكر قال معلش خلاص يا اخوانا. سيدنا عمر كان رايه ايه؟ طب معلش اصبر، ده لسه العمليه سخنه والناس ممكن ترتد والناس تحصل مشكله. سيدنا ابو بكر وقف وقفه، يعني شخصية أبو بكر كان راجل أسيف، كان راجل طيب، كان راجل يعني بكاء، ما كانش شديد. في الموقف ده وقف وقفة يشهد له التاريخ. لا يمكن أقبل من حد أن يتنازل عن ركن من أركان الإسلام اللي هي الزكاة، وكذلك الصلاة. ده أول حاجة، إقام الصلاة. فمن ترك الصلاة جحودا كفر، ومن تركها تكاسلا، والله العظيم نفسي أصلي بس قمت متأخر، استغفر الله العظيم، يا رب يا رب سامحني والله الموضوع ده تعبني، لا كده الراجل ندمان اهو، بيعمل ياكل في نفسه اهو. يبقى في الحاله دي لا يكفر هذا الرجل. تمام. اما تارك الصلاه تكاسلا فانه يعذر، يبقى مش هكفره، ومش انا اللي اعذره، مش هقوم انا بمقام الدوله او مقام الحكومه، لا، او مقام السلطان، لا، انا ماليش اي سلطه الا ان انا اوجه بس، يا اخي اتق الله قوم صلي حبيبي ربنا يعينك وبس.
انت ما بتصليش ليه يا خد يا ده انا حاكم عليك خد يا لا، ده انت كده اخدت سلطه ليست سلطتك. هذه سلطه القضاء او سلطه الدوله او سلطه السلطان او الامير او الملك او ايا كان بقى مسماه. يعذر. التعزير هو الحكم الذي دون الحد، يعني هجلده مثلا 7 8 جلدات، مش انا ده الحاكم او القاضي، تمام، عشان يصلي، او هضربه او هخبطه او هسجنه يومين 3 مثلا. هذه امور لم تتجاوز حكم الحد. يعني مش هجلده 80 جلد، لا ما ينفعش، ما ينفعش. مش هجلده 100 جلد، ما ينفعش. مش هقطع ايد، ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى في الحاله دي بتبقى حاجات لم تتجاوز او لم تصل الى حد من حدود الله سبحانه وتعالى. تمام. هذا ما يسمى تعزيرا. تعزيرا في ايد الحاكم او في ايد السلطان او في ايد الملك او في ايد القاضي او الشيخ الازهر، ايا كان بقى سلطته في الزمان والمكان، ايا كان. تمام. لاي احد من المسلمين، بل للحاكم. نحط تحتها 100 خط يا اخوانا. ماليش سلطه على البشر الا التوجيه فقط والدعوه. ليس لي على الناس، نحن دعاة للناس ولم نكن قضاة عليهم نحكم عليهم ومش عارف نعمل فيهم. ما ينفعش الكلام ده. تمام. طب الصلاه مواقيتها ايه بقى؟ نركز يا بسبوسه في المواقيت. الصلاه عندنا 5 صلوات. ما ينفعش اقول لك والله انا بحب ربنا قوي ونفسي اديها 7 صلوات. لا يا حبيبي، صلي الفروض ال5 وان شاء الله تصلي 19,000 ركعه في اليوم، انت حر. لكن هات الفروض الاول اللي ربنا فرضها. التنفل والسنه ده انت براحتك بعد كده. يبقى هنعرف بقى اول حاجه من الصبح او الفجر، يعني وقت من طلوع الشمس الصادق الى شروق الشمس. من طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الدنيا لما يكون في الفجر بتبقى ضلمه جدا، وبعدين تبدا تدي ايه بصيص من النور الخفيف. هو ده. تمام. الناس ظبطوها بقى مع الوقت والتقدم والبتاع بالساعه والوقت، ونعرف امتى الساعه كام وكلام من ده مع تطور الزمن. تمام. المستحب فيها الاسفار. الاسفار اللي هو تاخير الفجر مع بدايه وقته قليلا، يعني استنى شويه نصلي وبعدين ايه. لذلك في مصر هنا القرآن يقرأ وبعدين يجي التواشيح وبعدين يجي مش عارف ايه وبعدين يقوم يصلي السنة وبعدين بياخدوا وقت شوية. هو ده يعني ياخدوا فترة من الزمن شوية. يستحب تقرا في المصحف ماشي، تذكر بتاع ربنا، تستغفر ماشي، تعمل اللي انت عايزه. تمام. يبقى ده ايه؟ ده اللي هو الوقت المطلوب يعني. حتى يتبدل ظلام الليل، حتى يبدا الظلام يمشي ويبدا حاسس انت ممكن تشوف ايدك وانت ماشي في طريق، تعرف تشوف وانت ماشي كده يعني. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الظهر وقتها زوال الشمس من وسط السماء. زوال الشمس من وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. يعني أنا لو حطيت القلم ده أو في عمود نور كده، الشمس هتبقى عمودية، مش هلاقي ظل إلا حاجة بسيطة جنب الإيه. كل ما الشمس تتحرك كل ما الظل بتاع العمود أو بتاع القلم، نفترض ده تمثيل يعني، هتلاقيه قده وبعدين بقى قده مرتين. يعني لو قست بمتر كده، مساحة العمود ده أو طول العمود ده كام متر؟ 10 متر. الظل تحت كام؟ 20 متر. ده انتهاء وقت الظهر. هيبدأ بعد كده وقت العصر. واخدين بالكم؟ يبقى وقت العصر الظلين لغاية ما يتلاشى الظل، وبعدها وهكذا. تمام. يبقى الإبراد بصلاة الظهر في الصيف. المراد بالإبراد تأخير طبعا درجة الحرارة في مكة بتبقى 52 درجة. لو جيت هصلي احس ان انا بشوي بتاع ده هسجد. كان زمان بقى لا في موكيت ولا بتاع ولا تكييف ولا حاجات من دي. فهنا الحقيقه عن وقت زوال حتى ينكسر حر الظهر ويصير للجدران ظل يستظل به الايه الماشي، حتى لا يؤذي حر الشمس. وهذا من رحمه الله بعباده. اللي في تكييف لا اصلي وقته بقى، مراوح شغاله اتكل على اصلي لوحده. لكن غير كده ما ينفعش خالص. تمام. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية. طب العصر إذا كان كل ظل شيء مثليه، يعني العمود لقيته 10 متر، بقى الظل عندي إيه 20 متر. 20 متر بالظبط، وهيبدأ يزول الظل. يبقى هبدأ أحسب بوقت الإيه؟ وقت العصر إلى غروب الشمس. المستحب تأخير صلاة العصر حتى يصلي قبل أن اللي هو تصفر الشمس. الشمس تبقى تصفر وتبدا بقى تاخد لون معين في السماء زي ما احنا عارفين طبعا ايه الحكايه دي. وتعجيل المغرب طبعا من غروب الشمس الى ذهاب الشفق. الشمس بتمشي مش موجوده، وهلاقي في شفق احمر كده في السماء. كنا واحنا في الغيطان زمان بنرجع من الغيطان نشوفها دايما، نقعد نبص عليها واحنا ماشيين من الغيطان، بيبقى منظرها جميل قوي. فالشمس بقى حته حمراء كده ماشيه والسحابه بتبقى واخده نفس اللون.
لغايه ما تنطفي خالص ويبدا الليل يخش. في الحاله دي بقى خلاص يبقى ده وقت الايه، وقت غروب الشمس او وقت المغرب. اللي استحب تعجيل المغرب، فلا يفصل بين اذان الاقامه الا بقدر بسيط. ليه؟ المغرب غريب زي ما بيقولوا، يبقى الوقت بتاعه بسيط. ما اقعدش بقى نحكي وننام ونقوم ونعيد ونساب، لا يا حبيبي ما فيش وقت اصلا للكلام ده. ماشي. والاقامه الا بقدر قراءه 3 ايات او جلسه خفيفه، مش 3/4، 3 ايات خلاص. شروط الصلاه، لكل حاجه شروط. ايه اصلي؟ الصلاه هي شروط صحه 5 حاجات، شروط صحه وشروط ايه، وهناخد شروط التاني شروط استقبال القبله وغيره وغيره وغيره. شروط الصحه بقى هنبين. اول حاجه دخول الوقت، ما ينفعش انا بحب ربنا قوي عايز استعجل هصلي الظهر والعصر، لا يا حبيبي صلي الظهر. انت هتالف. الظهر وقت الظهر، العصر وقت العصر، المغرب وقت المغرب، العشاء وقت العشاء. خلاص. العشاء قلناها، العشاء غياب الشفق، قلنا الشفق الاحمر اللي هو ايه، الشفق اللي بيبقى اللون اللي في السماء، انتهى خالص لون الشفق الاحمر وبدا الليل يخش خلاص، ده وقت العشاء. ويستحب تاخير الايه الى ما قبل ثلث الليل الاخر، مفيش مشكله. ولو كان انسان في مثلا عشاء في البيت ولا بياكل ولا حاجه ولا جلسه اسريه وحاجات منه، مفيش مشكله ياخر ويصليها في جماعه طبعا. شروط صحه الصلاه: دخول الوقت، الطهاره، العوره، ستر العوره. هنعرف الكلام ده. اول حاجه دخول الوقت، ما ينفعش اصلي فرض قبليه. في ناس تلامذتنا بقى كنت بنهزر شويه، بص يقول لك ايه، بتجمع لي انت بقى كله مع بعض كده مره واحده، ربطه واحده اخر النهار، تقعد تلعب طول النهار وهنا وهنا، تيجي عشان احس ان ربنا بيحبني قوي اروح مصلي كله ظهر وعصر ومغرب، يلا ايه ده؟ ده ما ينفعش طبعا ده كلام مش مظبوط خالص. تمام. الطهاره، ما ينفعش اصلي بدون طهاره، شرط للصلاه ان انا اتوضا، ما ينفعش ابدا. ستر العوره، ما ينفعش ان انا اصلي والدنيا ظلتي كده، يقول لك ما حدش معايا في البيت يا عم الحاج، في ايه انتوا عالم متشدده. لا يا حبيبي، ان الله اولى ان يستحيا منه. انت بس انا في البيت لوحدي محدش شايفني، ربك مطلع عليك يا حبيبي، ما هو رب اللي خلقني، يعني احترم نفسك وتأدب معاه وهكذا. حتى ولو كان يصلي وحده او في مكان مظلم، بس الدنيا ضلمه ربك شايفك، والضلمه دي عندنا احنا، عندنا ربنا الحاجات دي ملهاش معنى، ايه ضلمه وايه نور، ربك شايفها في اي مكان. حد العورتي، المرأة الرجل من تحت السرة إلى الركبة. طب ينفع ده الكلام ده يا إخواننا عشان الناس بس تركز في الضرورات قوي، يعني الدنيا ما فيش خالص والناس ما فيش، هستر أقل حاجة من الركبة للسرة. طب احنا في حياتنا العادية بقى معانا ومبسوطين والدنيا شغالة وتمام وعندي هدوم، تستر نفسك يا عمي. حتى الإمام أحمد ذكر الكلام ده وقال هناك عورة تسمى عورة الحياء. لا، رأي الإمام أحمد ما ينفعش، يعني ينفع أمشي في الشارع كده أروح ساتر من بين الركبة زي القرود في الشارع، ما ينفعش الكلام ده طبعا، يبقى كده لا يجوز شرعا هذا الأمر. لكن احنا بنتكلم على أقصى حاجة، في مثلا ظروف في بلد معينة في ما فيش هدوم، ما فيش، أستر بقدر الإمكان ما بين السرة والركبة للرجل. المرأة خلاص، والركبة تخش في العورة، العظمة بتاعت الركبة دي تخش يعني تحت الركبة بشوية. العورة المرأة بدنها كله عورة، بدن المرأة كله عورة. يا اللي بتمشوا في الشارع الدنيا معجونة، ما ينفعش المرأة تمشي في الشارع باللي بيمشوا بيه ده، بناطيل بقى محزقة وبناطيل واكلها الكلاب وفساتين عريانة وشغلانة طين، ما ينفعش الكلام ده. والعورة بدنها كل ما عدا الوجه والكفين. أما الرجل، غطي الرجل وأنت بتصلي، يعني أضع على رجلي وأنا واقفة الجلابية تكون طويلة أو الإسدال واتني تحت رجلي وأنا بصلي. لكن يجوز لك في الصلاة أن يظهر وجهك وكفيك فقط. تمام. النية، ما هو كل حاجة نية، أنا رايح أصلي ولا بتريض شوية وأطلع، لأ، أنت داخل تصلي يبقى نية الصلاة. لا يدخل فيها بنية لا يفصل بينه وبين تكبيرة الإحرام بعمل مغاير كالمشي والأكل والشرب والحاجات دي. وطبعا النية محلها القلب. الله أكبر، نويت أصلي الظهر 4 ركعات في الجامع البحر والله مع الحاج محمد وسيد وعبد الحميد، الله أكبر. يا عم أنت بتعمل إيه يا عم الحاج؟ النية محلها القلب. الله، ما أنت عارف تصلي إيه؟ مغير الأعمال كالمشي طبعا يفصل بينها وبين تكبيرة الإحرام بعمل مغاير، ما ينفعش يكبر ويخوي خطوتين وتلاقي مثلا الصينية جنبه فيك بس يروح واخد بقه انت ايه ده؟ هذه افعال خارجه عن ايه؟ عن كنه الصلاه، فلا يجوز لذلك. استقبال القبلة، لابد استقبال القبلة، ما ينفعش اصلي وخلاص في اي حته، يا عم اتكل على الله ربك موجود في كل، يا سيدي يا حبيبي ما ينفعش. والله موجود في كل مكان دي برضك ايه، هنقولها في العقيده ان شاء الله في شرح التوحيد، حكايه الله موجود في كل مكان دي. تمام. ما الاحوال التي لا يشترط يبقى الله في السماء ماشي معنا بقدرته سبحانه وعلمه سبحانه وتعالى، خلاص. ربك موجود في كل مكان ازاي يعني؟ فدي فيها تفصيل شويه في التوحيد ان شاء الله هنقراه هنذاكره يعني. الاحوال التي لا يشترط فيها استقبال القبله، اذا خاف المصلي من امر قد يضره، احنا في حرب
لا يجوز أن لابد أن نتجه إلى القبلة، طب بص القبلة ورقبتك هتتقطع. لا، يبقى يكون هنا الدين يسر والدين جميل، فبيسمح لك في الحاجات تصلي في أي حتة. خلاص. انا بحارب، وممكن لو اديت وشي يبقى وشي اللي جاي يحارب، وصلاه الخوف معروفه هنبقى نشرحها. يبقى انا بصلي وفي عدو جاي، هعمل حسابي ما ينفعش تخرج من الصلاه، لا خلاص خليكم موت. لا، اخرج صلاه ودافع عن نفسك وعن عرضك وعن بلدك، وبعد كده هتصلي برضه، هتلحق الصلاه ان شاء الله. ولو ما لحقتش حد هتصلي تجمع الاثنين مع بعض، لان يجوز الجمع في الخوف والمطر، ويجوز الجمع في الايه طيب. اذا كان مريضا لا يجد من يحوله لو واحد مريض ومش قادر، ونسال الله العافيه، مريض عنده شلل رباعي ولا حاجه، ومستلقي في حته معينه، وجه وقت الصلاه راح جاي عايز يصلي، مش فاضي حد او محدش موجود ينقله ويحركه ويوجهه، ولو استنى الفرض هيضيع عنه، يصلي في اي اتجاه يصلي. والسنن طبعا يجوز للانسان يصلي السنن في ايه. طب ما حكم اشتباه القبله على المصلي؟ انا صليت في مكان وبعدين بعد كده اتضح في مكان تاني، فلم يعلم الى اي جهه ولم يكن معه احد يساله عنها، اجتهد وصلى حسب اجتهاده، بس ما يقفش يسلم نفسه، لا يجتهد الاول. فان علم بعدها صلى انه بعد ما صلى انه اخطا، فلا إعادة عليه، طالما الصلاة انقضت وانتهت ربنا يتقبل، لأنه أتى بما في وسعه. تمام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن علم ذلك وفي الصلاة، لو عرف وأنا بصلي واحد قال يا عم الحاج يمين شوية، القبلة إلى اليمين قليلا، خلاص أنا سمعت وأروح متجه اليمين قليلا. تمام، كفاية كده. بس ولا نكمل أركان الصلاة؟ نكمل. طيب نكمل، ننهي هنا. ماشي يا بسبوسة، النهارده كام؟ 15، النهارده 14. ماشي، السلام عليكم.